تعال افكرك في 25 ديسمبر سنه 52 ايه اللي حصل. وقتها اتولد النجم عبد العزيز مصطفى عبد الشافي، زيزو الكبير. تمام. ده لعيب قضى حياته كلها، طبعا هو غني عن التعريف. ده لعيب قضى مسيرته الكرويه كلها في النادي الاهلي، بس على فكره هي مسيرته الكرويه ما طولتش كتير قوي، لان هو اعتزل وهو عنده 28 سنه بسبب الاصابات. بس بصراحه كله يشهد له بالخلق، كله يشهد له بالمهاره، كله يشهد له باللعب بتاعه. بصراحه بيقال ان هو كان لعيب كويس جدا، وبيقال ان هو لو كان كمل كمان في الملاعب كان بقى ليه صيت اكتر واكتر، وكان بقى مؤثر اكتر ما هو اثر في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. كابتن عزيز عبد الشافي بعد ما بطل اتجه للتدريب، درب عديد من الانديه، زي مثلا درب الاتحاد السكندري، درب المصري، بلديه المحله، النجم اللبناني. بيقول ان هو كمان شارك في تدريب اتحاد جده وفي الهلال السعودي في فتره من الفترات، وكمان درب المقاولين، درب منتخب السويس، وطبعا درب النادي الاهلي لفترات مؤقته او فترات دائمه. وكل بيشهد له حتى وهو في التدريب بالخلق وبالفهم، وهو كان بصراحه مؤثر في اي مكان بيروح فيه، وحتى كمان اشتغل في نادي بيراميدز كمستشار فني للنادي. كابتن عزيز عبد الشافي، كل سنه وانت طيب. انا كده خلصت كلامي، اشوفكم بكره. تعال افكرك.